على فكرة كل الاشخاص اللي بيعملوا فيديوهات قدامك دول دلوقتي انجح منك 1000 مرة. ايه اتضايقت؟ ده انت يومك اسود. مع انك بتقول الكلمة دي كل يوم جوه عقلك ومقتنع بالكلام ده بنسبة 100%، وده بسبب الحاجات المادية اللي عند الشخص ده، سواء بقى لايف ستايل، عربية، اعلانات كتيرة، وظيفة سهلة يقدر يجيب منها فلوس بكل اريحية. يعني من الاخر ممكن نقول هو عايش حياتك اللي انت مش عارف تعيشها بالسهل قوي، مع انك عمال تعافر وتجتهد وتتعب، وهو كل ده بيجيله على المستريح والسهل قوي قوي قوي. ولو انت شايف الكلام ده ما ينطبقش عليك فانت كده في السليم، والفيديو ده وحش. اي لاسوعك. لان في ناس شايفه اغلب صناع المحتوى الحاليين اللي كل محتواهم رياكت على لايفات او استغلال لعواطف الناس، او ناس بتطلع تفضح حياتهم وعيشتهم تحت مسمى اللايف ستايل، او انفلونسرز. ولو سالت الناس دي ماذا تفعلون هيردوا يقولوا لك نحن نعمل. فتقريبا شغلهم انهم يفضحوا حياتهم على الملأ او يبيعوا لك الهوا. وهنا انا مش قصدي على المؤثرين الحقيقيين، لا انا قصدي على الانفلونسرز اللي بيخلوك تعيش الحياه بتاعتهم لحظه بلحظه وانت قاعد نايم على السرير عمال تحسدهم او بتتمنى حياتك تكون زيهم او ربع حياتهم حتى. الناس دي شايفه كل الانفلونسرز دول احسن منهم، لكن لو هتفكر معايا اللحظه بعيد عن كل ده هتعرف ان مفيش حاجه بتقدر تنجح لوحدها. يعني الحطب محتاج اشتعال، المكنه محتاجه زيت، الانفلونسرز محتاج متابعين عشان يقدر يكسب كل الفلوس اللي كسبها دي. واكيد حضرتك عارف ان انت وانا المتابعين، يعني الشخص ده ما يختلفش عنك خالص، بالعكس انت ممكن تكون متعلم ومثقف احسن منه، وعندك خبرات حياتيه اكتر منه بمراحل تؤهلك تكون في مكانه احسن منه بكتير. لكن للاسف المجتمع ما بيقدرش غير الناس الهلاسه. ايه؟ انا سمعت كلمة كده. كلنا عندنا وانت ما عندك. كلنا نعرف وانت ما. واكيد بنشوف انفلونسرز وناس بتعمل فيديوهات كل يوم بتبث افكار غريبه وغلط، وفي ناس بتقتنع بكلامهم لانهم ما عندهمش اي خبرات حياتيه اساسا، فبالتالي حتى لو الكلام غلط فهم مش قادرين يفرقوا بين الصح والغلط. وطبعا بما ان الغلط على طول على هوانا فهيعجبهم المحتوى، صح ولا ايه؟ اصل الانفلونسر الشاطر يعتبر بياع شاطر، والبياع الشاطر اللي يبيع بضاعته ويسوقها للزبون اللي قدامه ويقتنع بيها وما يحسش انه اتعمل عليه مصلحه، وطز بقى في المبادئ والاخلاق، وطز في الحلال والحرام استغفر الله، وطز في شكله وبرستيجه قدام نفسه وقدام الناس قصاد القرش، مع انه بيبقى عارف انه بيقول حاجات غلط وهيتحاسب بالناس اللي هتتفرج عليه دي كلها، سواء بقى بيفرجهم على حاجات حرام، بيقول لهم معلومات غلط، بيعمل لهم كتاب وهو ساقط نحو مثلا، واتيفر يعني بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما نزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ زي 90% من الفود بلوجرز مثلا اللي محتواهم كله عباره عن النهارده رحت احسن مكان في مصر، وتاني يوم بيقول نفس الجمله بغض النظر ان ممكن المطعم ده يكون وحش وادارته سيئه واكله استغفر الله. والفكره ان لسه في ناس بتقتنع وبتثق في اراء الناس دي، ولما بيروحوا يجربوا بيتصدموا في المطعم، ويطلع يقول لهم الفود بلوجر على فكره انا الاكل اللي اتقدم لي غير اللي بينزل لكم. ما هو طبيعي يا ابني، ما هم عارفين ان انت جاي تصور. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ ولو انت طلعت انتقدت اي واحد منهم هيرد يقول لك الاكل اذواق وانا عجبني، انت ممكن ما يعجبكش عادي. شربتها يا كروديا. طب انت مش ملاحظ حاجه غريبه ان احنا يكون كل همنا في حياتنا ان احنا ناكل وبس؟ حتى لما بنقعد في اوقات فراغنا بندور على اكل مضر بصحتنا، وللاسف دي لعبه كبيره من صحاب المحلات. اول ما ينزلوا منتج اسمه المشنكوحه مثلا هتلاقي كل صناع المحتوى بيجربوه وكلهم بيقولوا عليه حلو جدا وانت لازم تجربه، فانت طبيعي بتبقى عايز تجربه. زي مثلا كرم الشام نزل سندوتش اسمه الشمروخ، اول يوم كان ب 100 جنيه، تاني يوم بعد ما طلع ترند بقى ب 120، تالت يوم بعد ما بقت كل الناس عايزه تجربه بقى سعره 150 جنيه. انت متخيل يا استاذي الفاضل انت في اوقات فراغك بتعمل ايه؟ ده ما بقاش في اوفرز بتنزل على اي حاجه في حياتنا غير الاكل، لانهم بقوا عارفين احنا شعب ما بقاش همه حاجه في حياته غير بطنه. وما تقوليش الظروف، انت لو عايز تتعلم انت ممكن تتعلم من الموبايل اللي انت ماسكه ده من جوجل، مش شرط تروح تاخد كورس بمليون جنيه. او مثلا الانفلونسرز اللي كل حياتهم على الانستا وبيعيشوك حياتهم كل يوم وبيوروك هم بيلبسوا ايه وبينزلوا فين وبياكلوا ايه وبيشربوا فين، وقد ايه هم عندهم صحاب اجمد منك، مع انهم بينزلوا في كل الاماكن دي بسببك انت وبسبب الواتش تايم بتاعك والفيوز بتاعتك اللي بتكسبهم ملايين. يعني هم من غيرك بخ،
ولا حاجه، ولا هيجي لهم اعلانات ولا فيوز ولا تعاقدات مع شركات، فبالتالي انت اللي عامله حرفيا. هو شاطر عشان بيعرف يشتغل ويضحك عليك ويفهمك ان حياته كلها 4K وحياته كلها ورديه وجامده ومفيش من ترابنتقها اتنين، وانت طبعا مبسوط ومرحب بالموضوع، بس في جانب تاني بتعيط عشان انت فاشل في حياتك، مع انك بايدك تقدر تغير الموضوع ده ومش هيبقى عندك اي وقت فاضي تتفرج عليهم حتى، بس انت رافض الموضوع ومديله حجم اكبر من حجمه مع انه شخص اقل من العادي اساسا. هي كل النقطه انك شايف انه معاه فلوس بس، لا اكتر ولا اقل، وبتتفرج عليه من بعيد وانت واقف في مكانك، مع ان الفلوس دي اكتر شيء سهل ممكن تجيبه بالحرام زي ما بقوا يعملوا كل الناس دلوقتي على اللي انا وانت بنتفرج وبنضحك عليهم كل يوم وبنبقى مبسوطين واحنا شايفين شخصين بيهزقوا بعض وعمالين يقللوا من كرامة بعض عشان يبهروا شخص خليجي، والفكرة ان الشخص الخليجي ده بيتعامل معاهم على انهم اراجوزات في السيرك اصلا. والفكرة بقى اللي بتضحكك وتقهرك على نفسك لما تلاقي الشخص ده راكب عربية موديل السنة وجايب شقة ولا فيلا، انت بتبقى ناقم عليه وبتقول انا هحط الشهادة في القنبلة، مع انك عارف انك رقم من ال30 ولا ال40 الف رقم اللي موجودين عنده فوق دول. هتقول لي هي جت عليا انا؟ هقول لك جت عليك. لو كلنا فكرنا كده عمر ما هتلاقي شخص بيتقدم في حياته، بعيد بقى عن المحتويات الحاليه، وانت اكيد شايف الوضع الحالي وشايف الناس دلوقتي بتعمل ايه عشان الجنيه، لاننا بكل بساطه وللاسف ضيعنا وقتنا مع اشخاص ما نستاهلش ان احنا نضيع وقتنا معاهم اساسا. ومش بقولك ما تتفرجش على صناع المحتوى للسوشيال ميديا، ما انا واحد منهم، بس على الاقل نمي نفسك، اسمع بودكاستات مهمه، مش بودكاستات عن مغني بيحكي لك قد ايه بقى ناجح وانه كان بيحضر له شخصين في الاول ودلوقتي بقى بيعمل حفلات في دبي مثلا. من الاخر كده استثمر وقتك في نفسك، اسمع حاجات تؤهلك انك تبقى ناجح بنفسك، اسمع ناس بتديك علم بجد او بتفيدك حتى لو دقايق بسيطة، لكن لو هتسمع ال20 دقيقة كلهم بلا هدف فال20 بيجيبوا 20 لحد ما تبص كده على الموبايل تلاقي نفسك مضيع 8 ساعات من عمرك على السوشيال ميديا ما بتعملش اي حاجة، وكل ده استهتار يا صاحبي في حق نفسك قبل اي حد تاني، وانت اللي هتشيل الجزاء، فاهم يا صاحبي ولا ايه؟